الألفينات نفيديا فازت بعقد لتصنيع شرائح اكس بوكس من مايكروسوفت بقيمة 200 مليون دولار، ومن وقتها ولحد النهاردة استمرت نفيديا تكبر مع الزيادة الضخمة في سوق الفيديو جيمز. مش بس كده، دي كمان بقت بتنافس أكبر الشركات زي AMD وإنتل. ورغم محاولات نفيديا فاشلة في اقتحام أسواق جديدة زي تصنيع شرائح الأجهزة المحمولة، إلا إن هوانج شاف إن الاستمرار في ابتكار وتطوير احتياجات سوق ألعاب الفيديو وتصنيع الشرائح اللي بتخدم احتياجاتهم بس في مخاطرة كبيرة. لكن إزاي ممكن يطور حاجة تنقل الشركة دي لمستوى تاني تماما؟ فكر كتير وقرر يراهن بكل حاجة ويوجه الاستثمارات في شركته لإضافة وظائف إضافية لشرائح نفيديا عشان تكون مش بس مقتصرة على الجيمنج. فضل يدور إزاي ممكن يعمل كده لحد سنة 2006 لما اكتشف الباحثين في جامعة ستانفورد استخدام تاني للبروسيسورز دي يخليها تقدر تسرع الحسابات بشكل ما